طبعا خسارة أمام منتخب قوي غير هذه مفروغ منه. أنا لن نتحدث في البداية عن الأخطاء التي ارتكبها المدرب، لكن أنا أبدأ مباشرة بأخطاء تحكيمية. ما شاهدنا اليوم مهزلة، فضيحة، سميها جريمة في حق كرة القدم، مجزرة صراحة في حق التحكيم الإفريقي، في حق الكرة الإفريقية، في حق الكرة العالمية، من حكم مكلف بمهمة طرد المنتخب الجزائري، ليس إقصاؤه فقط من الدورة. هذا الحكم صراحة منذ البداية أظهر نيته منذ البداية. ضربة جزاء لم يحتسبها ولم يرجع حتى للفار، هذه لأول مرة تحدث. والغريب في الأمر توزيعه لبطاقات صفراء مجانية للاعبين المنتخب الجزائري، حتى إن كان اللاعب الجزائري لم يرتكب أي خطأ. أخطاء كثيرة ارتكبها هذا الحكم، صراحة مجزرة لما تتحدث عليها الإعلام الأجنبي يستصبح سمعة الكرة الإفريقية. صراحة شوف، بدون الفار بخط التماس يمكن الحكم يعلن عن ضربة جزاء. أنا استغرب، لا الفار تدخل ولا حكم التماس. الحكم التماس للعين فقط هو أكثر واحد لاعب ضد المنتخب الجزائري، حتى لما تكون مخالفة جنبه لم يرفع ركلة جزاء حقيقية. نعم، ركلة جزاء بالعين المجردة من الزاوية الأخرى، لا تحتاج إلى العين المجردة، لا تحتاج إلى أي شيء. هذه مبينة أنه في حكم سان لاربيتر فيسيو باللغة الفرنسية، هذا المصطلح الذي يجب أن يقال. ترجم منحاس، حكم منحاس لهذه الدرجة، أكيد منحاس. جريمة في حق المنتخب الجزائري. طبعا المنتخب الجزائري خرج ولم يكن في المستوى، قل ما شئت، لكن تخيل لو احتسب ركلة الجزاء. احنا لم نبدأ بشكل جيد، لو احتسب ركلة الجزاء أمور كثيرة ستتغير. الحكم كان ليس بالمستوى، وشاهدنا كروت بالمجان كما تفضلت، وشاهدنا ركلة جزاء يجب أن تحتسب للجزائر، ورأينا أمور كثيرة يا فتحي كما ذكر وحيد. انتهيت؟ لا تفضل. لما نوصل في قارة إفريقيا الإعلام الأجنبي، هذه كرة، لاعب المدافع المنتخب النيجيري هو شوف هو من ذهب للاعب أيت نوري في الأخير قام بإنذار أيت نوري. نعم. غريب جدا، وكان قريب من اللقطة، أخرج اللاعبين من كان يجب أن ينذر حارس المرمى لأنه تهجم على أيت نوري. تهجم، هو من تهجم عليه، هو كان قريب من اللقطة. لا، كان يريد إذا كان عذر الحكم تهجم على أيت نوري يعطي إنذار لحارس المدافع النيجيري. صحيح، إذا كان هذا مبدأ، هذا إذا كان يريد العدالة في المباراة يجب أن يقوم بذلك. الحكم كان يعرف جيدا العقلية الجزائرية، إذا قام بإخراج بطاقات صفراء وكان ضد اللاعبين الجزائريين سوف يخرجون من المباراة. هذا ما حدث بالذات يا أخي. لما يوصل الإعلام الأجنبي يتحدث عن سمعة هذه البطولة، حتى في مباراة المغرب أخطأ في حق المغرب. لا، سمعة هذه البطولة لا أكيد سمعة. لا بشكل عام قد نتكلم عن الحكم واتفقنا معك مع الحكم، لكن سمعة البطولة أكيد. بشكل عام سوف أذهب معك بعيدا في هذه النقطة. أنا وفتحي كنا دافعنا على إقامة البطولة كل سنتين. أنا الآن بهذه الفضائح. طيب، تكلمت عن 4 سنوات 10 سنوات كثيرة. أترك المجال لبدر. البطولة في المغرب لا قطعا لا يمكن أن نعلق أخطاء التحكيم أيا كانت طبيعته، أي كان على البطولة بشكل عام. البطولة محقق نجاح على أعلى مستوى، فنيا جماهيريا، الكل يتحدث. ماذا يقصد في وحيد؟ هو قصد على أن المنتخب الجزائري اليوم ربما يكون تضرر. هذا ما قلت له. نعم، والمنتفق أن نتضرر. لكن أن تكون هذه القرارات مبرمجة وهذا التحكيم مبرمج أساسا لإخراج المنتخب الجزائري من البطولة، أعتقد على أنه شيء مغالى فيه نسبيا. لماذا؟ لسبب واحد، هو أننا نحيد للمنتخب النيجيري جدارته في تحقيق هذا الفوز. المنتخب النيجيري كان متفوق. طيب ماذا تقول عن ركلة الجزاء والبطاقات الصفراء التي وزعت للمنتخب الجزائري مجانيا وكذلك؟ لا، شفنا اللقطة. الحكم جنبه يا وحيد لدرجة أنه يحتسب أو يعطي اللاعب الجزائري أصفر والثاني يا وحيد، أنا وافقتك على أن الحكم غالى في إخراج الأوراق الصفراء للاعبي المنتخب الجزائري. ضربة الجزاء، ماذا يفسر ذلك؟ ضربة الجزاء أنا بستغرب لماذا لم تنادي غرفة الفار على حكم المباراة لتظهر له اللقطة وتدعوه لمشاهدتها على الأقل. هذا يدل أن الحكم كان منحازا وكان يرتكب جرائم في منتخب الجزائر. شوف، أنا لا أستطيع أن أصفها بجريمة، أنت بدر، لكن أنا بالنسبة
بالنسبه لي حتى نكون امناء، المنتخب الجزائري اليوم ربما ادى غاليا ثمن الجهد البدني الذي بذله. لا نتحدث عن امور فنيه، انا تحدثت في البدايه قلت ان المنتخب الجزائري كان سيئا. لا بتحدث عن التحكيم، بهذا التحكيم. لا هل تعتقد انت كبدر الدين غطيت كثير بطولات في افريقيا؟ نعم. ليست اول مره تحدث هذه المهازل في افريقيا. صحيح. ليست المره الاولى. فضائح كبيره، كل سنه يتم اقصاء حكم من لجنه التحكيم. انت تعرف جيدا هذه السنه تم تغيير لجنه التحكيم مرات عديده. وانت تعرف جيدا المهزله اللي صارت قبل دور ربع النهائي في تعيين الحكام لاخر ليله. ماذا يدل ذلك؟ أليست مهزله هذه؟ هل يوجد مهزل اكثر من هذا؟ انا اغار على هذه القاره كما تغار انت، كما يغار فتحي، ان يصل الاعلام الاجنبي يتحدث عليها. فتحي طيب فتحي وصابر يفصلون في ما سمعنا من وحيد وبدر في هذه الفكره وهذا المحور. لا بالطبع شاهدنا المقابلة وشاهدنا كيف أن الفار مرة أخرى أنا أعطيته تسمية تطبق عليه اليوم. شاهد ما شافش حاجة الحكم الفار في عملية ضربة الجزاء، لأنه ضربة الجزاء اللي كنا نتفرج معا وقفنا الكل ضربة جزاء. غريب عدم احتسابه. الفار ما عيطلوش. إذن ثم فاجأنا كذلك تصرف الحكم مع اللاعبين الجزائريين وكأنهم تلامذة عنده، وكأنه معناها أي تصرف من أي لاعب جزائري يجبد له الكارت. وورينا تعسف كبير من الحكم في سحب البطاقات الصفراء مع اللاعبين الجزائريين. شوف واضحة يعني. لا واضحة. أي شخص معناها احنا نتفرجوا بالعين مجردة رينا هذا ركلة جزاء يعني. ها صابر الكل يتفق ان ركلة جزاء للجزاء. تتفق يا صابر بالجزاء؟ انا عندي تعليق. انا مش هقول تعليقي مجزأ، انا عندي تعليق بس بعد. تفضل. بس ركلة جزاء طبعا ركلة جزاء الكل يتفق ان الجزائر لها ركلة جزاء. ركلة جزاء مش عايز انا عندي تعليق في 3 نقاط. النقطة الأولى هو أولا الحكم اسمه عيسى سيء، فعيسى سيء هو ناقص له همزة عشان يبقى عيسى سيء. الحكم السنغالي اسمه عيسى سيء، ده اسمه الطبيعي مش أنا اللي بتبلى عليه، فمحتاج همزة بس. ولكن أنا ألوم على وحيد في إنه اتكلم على الحكم ما اتكلمش على الفار. المخطئ الأكبر في هذه المباراة هو الفار مش الحكم. شوف عد ضربة الجزاء تاني أو الكرة اللي احنا بنقول عليها ضربة جزاء، زاوية الحكم فين والكرة فين؟ أنا اللاعب جت في إيدي هنا والحكم هنا. يبقى إذا زاوية الرؤية محجوبة عن الحكم بنسبة 100%. ولماذا لم يتدخل الفار؟ ده السؤال بقى. هو انا هنا اتكلم يبقى انا هنا اتكلم عن زاويه الحكم. صابر انا هنا صابر حكم التماس جسم اللاعب اكمل فكرتي. جسم اللاعب حاجب الرؤيه عن الحكم. يبقى هنا في حكم جابوني اسمه بيير اتشو موجود على الفار. بيير اتشو ده له جريمه مرتكبها في النسخه الماضيه في مباراه السنغال وكوت ديفوار، وكان سبب السنغال قدم فيه شكوى رسميه وطالب انه الحكم ده ما يتواجدش المباراه. يعني نتفق ان الجزائر تضررت من التحكيم، ولكن في جزئيه بدر كمل اخر الجزئيه الثالثه. كنت اتمنى ان وحيد يبتدي بانتقاد منتخب بلاده. صحيح الحكم لا انا قلت لن انما الا بعد الحدث عن المنتخب الجزائري. انا تحدثت في البدايه عن يعني انت تقول الوحيد وين يبدا في اي جزئيه؟ انا تحدثت لا هذا لا يعني ان المنتخب كان سيئا، لكن هذه النقطه والاخطاء التي ارتكبها المدرب سنتحدث بعد ان نتحدث عن هذه المهزله التي تسيء على سمعه الكره الافريقيه. أنا تحدثت عن الإعلام الأجنبي الذي يخصص حلقات حصص للتحدث عن هذه المجازر. يا وحيد بس فتحي يا وحيد نتكلم عن الإعلام الأجنبي. احنا في المسائل الرياضية الكل اتفق على تضرر الجزائر من التحكيم. احنا تكلمنا معك ان الكل تضرر، ركلة جزاء وكروت بالمجان ذكرناها معك. مش مختلفين فيها ابدا. نحن نتحدث الآن عن بطولة إفريقية عريقة. بطولة لا يشاهدها بدر يشاهدها كل العالم معك. يشاهدها البطولة بشكل عام. ها لا أسيء. لا انت تقول بطولة. انا قلت لما البطولة هذه يكون فيها تنظيم جيد والجمهور حاضر بشكل جيد، اخير مثل هذا التحكيم تصرف فار يا وحيد تنسبوا للمجموعة. وحيد احنا لما عملنا تقييم يا وحيد لما عملنا تقييم لدور المجموعات ويذكر مشاري هذا الامر اننا خصصنا جزء للحديث عن التحكيم وقلنا بان وعن الفار نتكلم على التحكيم نتكلم على التحكيم برمته، وقلنا على ان التحكيم يكاد يكون هو الحلقة الأضعف الآن في
مسلسل كرة القدم الإفريقية ولا يتماشى مع الوتيرة المتصاعدة على مستوى التنظيم، على مستوى المستويات الفنية وعلى مستوى الإدارات الفنية للمنتخبات. أخطاء بالجملة، لكن أنا بتساءل مثلكم، لماذا لم يتدخل طيب حكم الفار؟ لم يتدخل حكم الفار. هل حكم الفار شاهد على أن لمسة اليد كانت على الخط أو لمست الجسد قبل؟ شوف، الجسد قد يكون الفخ ممكن أنا بتساءل لكن أقرب إذا وصف فتحي شاهد ما شافش حاجة. شاهد ما شافش حاجة قلناها وانتهى الموضوع. بربي صديقي وحيد مرتين يستعمل عبارة الإعلام الأجنبي، يتكلم شيمنا في الأجنبي، مركب الأجنبي يحبون الأجانب. لا هو يأكد كلامه قصدي يعني. لا هو متحسر من الإعلام الأجنبي اللي يحكي علينا. متحسر ما نتحسر. لا أنا قلت ما نتحسرش عليه. لا بس ما قاطعك وحيد خلي يكمل فتحي. ما قاطعك يا وحيد. ما تغيرش. لا ما نتحسرش منهم وما نسمع يا وحيد. خلينا بس وحيد عفوا ما قاطعك. يكمل ويعطيك اللي تحت فرصه. يكمل. تفضل. يا ولدي انا اللي يهمني انا ننقد التحكيم نتاعي، انا ننقد الدوره نتاعي. اما انت تتحسر خاطر في فرنسا ولا غيره قالوا ما يهمنيش فيه. هو يثبت هو ما يهمنيش. ليست اول مره فرحي، مشت هذه الاول مره. الفضيحة اللي صارت مع المنتخب التونسي مع منتخب مالي، الفضيحة اللي تحدثنا عليها كل سنة نتحدث عن فضائح تحكيمية سواء مع المنتخبات مع الأندية. أنا قلت اليوم أنا شاهدت اليوم وأمس شاهدت ما تداوله الإعلام الأجنبي عن البطولة. جميل. ما حد هذا يسيء لنا. انا اغار على هذه القضيه. طيب وحنا ذكرنا اذا كنت فتحي او بدر الدين او صابر لا يغارون على القضيه امر اخر. لا احنا تحدثنا معك وسالت الجميع، الكل ذكر نفس الشيء. تفضل يا فتحي. لا شوف انا ما عندي ما نعطي حتى اهميه للاعلام الاجنبي، لان الاعلام الاجنبي قال في العرب وفي الافارقه في كاس افريقيا مش من اليوم ما يحبوناش يا وحيد، ما يحبوناش. وانت ذكرت التحكيم اليوم واحنا الكلنا عملنا حتى حصه جزء كبير قلنا الحلقه المفرغ وحكم اليوم كارثه وقلناها يا وحيد. اما انا ما يهمنيش في الاجنبي دي مع انه بس ترى شوف خروج وحيد وهو جزائري. لا فتحي خروج وحيد وهو جزائري يعني يلتمس الالم والمشاعر في مساله هو يعبر عن الالم اكثر منه، لانه شعور الشعب الجزائري بصفه عامه انا الم اكثر منه، لانه تعمل في ملحمه كبيره والفريق الجزائري عنده اقتناع، او الشعب الجزائري اللي يتابع عنده اقتناع وانه مسيره الفريق الجزائري ما كانتش سهله، وكانه مره بوركينا فاسو جت في المجموعات ثم الكونغو ثم نيجيريا. اذا متفقين على الحكم بالمستوى الفني الميزان ما بين نيجيريا والجزائر متفقين، ولكن وني ونخلي له الامور الفنيه. اليوم لو اعطت ضربه الجزاء وسجلت ضربه الجزاء نيجيريا كانت تترشح للأمان. لا يا فتحي نيجيريا لا في بداية علمتنا كرة القدم في دروس سابقة. لا أنا بعطيك ثاني. لا تعطيه رأيك، لكن في دروس سابقة من ركلة جزاء تتغير الأمور، يتغير السيناريو وترتفع المعنويات وقد تنزل في نيجيريا. أنا تلمون نحب فريق الجزائر ما نحبش نغلطه. راهو اليوم مقابله نتاع اليوم مرجع ودرس. طيب راهو المستوى نتاع الفريق الجزائري صحيح ممتاز ورائع، لكن مازال ناقص نضج. فريق النيجيري هو اعلى مستوى. وحيد أنا لا أتحدث عن الأخطاء التحكيمية، لأن الأخطاء التحكيمية موجودة حتى في أوروبا. اتفقنا على لا دقيقة فقط. نقطة أخيرة. لا أنا أتحدث عن حكم مكلف بمهمة إقصاء المنتخب الجزائري. من كلفه بهذه المهمة؟ هذا السؤال من بدر. هل هذا السؤال موجه؟ لا هذا الكلام هذا الكلام وحيد الله يرضى عليك. هذا الكلام موجه للجنة التحكيم. لا نستحضر. ذكر مكلف من مين؟ جاوب. هذا السؤال انت جاوب. انت قلت مكلف بمهمة. مكلف بمهمة إقصاء المنتخب الجزائري. هذا الكلام موجه للاتحاد الافريقي. طيب لو اراد الاتحاد الافريقي يقصيف دور الربع امام الكونغو، هل هذه اول مره تحدث ازمه تحكيميه مع الجزائر؟ اخطاء تحكيميه تحدث لاول مره في مباراه الجزائر، ما حدثت في المباريات السابقه. انت بنفسك
قلت هذه ركلة جزاء. فتحي قال ركلة جزاء. فتحي تحدث وصابر تحدث عن يا وحيد هذه الأخطاء التحكيمية لم تكن عادية يا بدر الدين. أنت وضعت التساؤل وهو أجابك. وحيد أنت ما كملت الإجابة. كمل الإجابة. انت قلت بعظمه لسانك مكلف. حتى المنتخب المغربي حرم من ضربه جزاء او ارتكبت في حقه ضربه جزاء، وتستشي بالمنتخب التونسي. يعني كل المنتخبات تاثرت باخطاء ليس بهذه تحكيميه، الطريقة. لكن ولا منتخب تحدث على ان هناك حكام مكلفين بالمهمه. لا حتى شويه أنا أكون صريح معك، حتى ركلة جزاء أنا بالنسبة لي كانت أقل من الأخطاء التحكيمية اللي صارت على اللاعبين المنتخب الجزائري. الكروت بالمجان. اللاعب بطاقة صفراء. طيب. لاعب جزائري او لاعب مغربي يخرج من اطار مباراة. لما اللاعب يشوف انه هذا الحكم مستقصده اكيد راح يخرج. عفوا السؤال، تضررت من اخطاء التحكيم واتفقنا انه اخطاء تضررت وظلمت من خلالها الجزائر، لكن هل كان شيئا متعمدا مكلف به؟ هذا هو السؤال. لا شويه انا بالنسبه لي انا عارف جيدا التحكيم الافريقي. طيب بدر الدين يعرف هذا الشيء. لا انا حزين. انا يعرف جيدا التحكيم المستوى. لا خلاص دام نوجه السؤال بدر اعطيك بعد بدر. تفضل بدر. لا انا على اتفاق كامل من أن كانت هناك أخطاء تحكيمية، لكن لا تصل إلى مستوى أنها مجزرة، لا تصل إلى مستوى أن الحكم مكلف بمهمة، لا تصل إلى مستوى أن الاتحاد الإفريقي أنه يعمل كل جهده من أجل إخراج المنتخب الجزائري. السؤال موجه للاتحاد الإفريقي. لكن يا بدر أنت في البطولة ووحيد خارج البطولة وهو يشعر بمرارة وحسرة وألم. مش مرارة. يا سيدي أنا وإحنا بنتحدث بالامس على كلنا اجمعنا على اننا نتمنى وجود الجزائر في المربع الذهبي. قلنا هذا الامر نقول بمعنى ان هناك ايضا حزن على خروج المنتخب الجزائري. نترك التحكيم، لكن يجب ان نكون واقعيين في تنسيب الامور الى يجب ان نترك الكل واقعيين في هذا النقطة صراحه. وحيد تركنا المجال لك والكل اجمع على تضرر الجزائر بالكروت المجان وركله الجزاء. نترك التحكيم الذي تضرر منه الجزائر والكل يتفق، لكن نذهب الى ميزان الفني. طبعا يا صابر برافو عليك. من استحق؟ برافو عليك. انا عندي في سببين مهمين لخروج الجزائر. السبب الاول مستوى المنتخب الجزائري، والسبب الثاني التحكيم. التحكيم لا خلاف على انه ظلم المنتخب الجزائري، ولكن انا مشكلتي انا فين؟ انا لابد اكون صريح مع نفسي. انا المنتخب الجزائري كان فين في المباراه؟ كلنا هل هو ده مستوى المنتخب الجزائري؟ هل دي ردة فعل او ان نجوم نيجيريا بامكانياتهم كانت واضحه؟ لا لا مشاري الفارق. لا لعيبه هم كانوا افضل بالامكانيات. كانوا افضل، ولكن ليس بهذا الفارق. كنا متفقين قبل المباراه انه فنيا يبدو المنتخب النيجيري افضل على الورق من المنتخب الجزائري، وكمان كنا بنقول ان المنتخب الايفواري يبدو على الورق افضل من المنتخب المصري، ولكن ردة فعل المنتخب المصري كانت عامله ازاي وردة فعل المنتخب الجزائري كانت عامله ازاي؟ انت بتتكلم عن لاعبين احنا هنا اشدنا بهم في حصص كامله كنا بنقول فيهم قصايد شعر. رياض محرز وماذا كل اللعيبه دول كانوا فين؟ اللعيبه دول وكانت فين ردة فعلهم اثناء المباراه؟ مش مختلفين على جزئيه الحكام تماما، ولكن انا ردة فعلي فين؟ شعار منتخب بلادي فين؟ الحماس والاصرار. شوف احصائيات الجزائر ولا تسديد على المرمى يا وحيد. الجزائر ولا تسديد على المرمى. بالنسبه للامور الفنيه المدرب المنتخب الجزائر ليس لها تسديد على المرمى. تفسير يتحملها المسؤوليه المدرب هو اكبر واحد يتحمل المسؤوليه، لانه في الاخير هو بيتكوفيتش هو من سلم دقيقه فقط. بيتكوفيتش هو من سلم المباراه للمنتخب النيجيري. طيب منذ بدايه المباراه انت تحمل خساره اكيد للمدرب اكيد مدرب، لكن فتحي يختلف معك في هذه النقطه. خليني دقيقه فقط انا نعطي رايي. لا من حقك. تفضل. اولا بدايه المباراه بدايه بالتشكيل المدرب بدا بدون راس حربه مثل بونجاح، وانت تلعب امام منتخب النيجيري يملك مدافعين طوال القامه بس وكذلك وسط ميدان. في هالبطوله ما شارك في كل المواجهات. شارك في المباراه الاولى بس ودخل المباراه الثانيه لعب امام وكنا نثني على بيتكوفيتش. لا كنا نثني على بيتكوفيتش، نثني عليه عندما يصيب، لكن طيب اليوم لم يصيب. السبب الاول في عدم بدء في راس حربه، السبب الثاني فنيا لاعب مثل شيبي لم يكن جاهز. السبب الثالث
السبب الثالث لما تلعب وسط ميدان مثل زروقي وانت تحتاج واحد لمثل يلعب مثل اسماعيل بن ناصر اللي خسرناه في المباراه الماضيه، المفروض يلعب بلاعب عدل. الكل عارف هذه النقطه. طيب فنيا تتفق مع وحيد في ان بوتكوفيتش هو يتحمل مدرب؟ تماما لا هذا وحيد فتحي تماما قريب المسافه وبعيد الاراء ما بينك، اختلاف الاراء. احترموا رايهم. تفضل. ولكن اليوم يا عايشه شفنا المنتخب النيجيري اقوى منتخب لحد الان شاهدناه فوق الميدان، فريق رصين معناها قوي جدا رهيب جدا. المنتخب الجزائري ربما هذا الهدف يدل على امكانيات عاليه لليوسمين. اي بالطبع، ربما غلطه من لوكا زيدان. قلت لك امكانيات بدنيه رهيبه جدا. ممكن الجزائر ولهنا ايضا ربما هذاك الشعور المختلط اللي خلى وحيد والجزائريين يشعروا انه الجزائر لعبت اليوم عندها يوم راحه اقل من فريق في مستوى بس فتحي احنا تعودنا والجزائريين تعودوا منك ان تكون صريح اكثر. سبب الخساره من هو ذكر بوتكوفيتش. سبب الخساره ان نيجيريا كانت اقوى نقطه ورجع للستر. اقوى نيجيريا بلغه الملاكمه اقوى فقط. لا اكيد، ولكن الخساره هذه ما نخجلش منها انا كجزائري، لاني انا خارج وراسي مرفوع اولا، ثانيا وخارج وعندي 4 انتصارات في كاس افريقيا. يا وحيد لما نتكلم فتحي يتقاطع يا اخي. لا فتحي خليه يكمل يا اخي، خليه يكمل. تفضل. خارج ب4 انتصارات، خارج الفريق فيه جيل جديد، في بعض اللاعبين. اذا الفريق الجزائري يرفع الراس، مش يرفع الراس ويقول التاريخ والمستقبل. ممتاز. نعطي اصابه. لا بس وحيد لا من حقه نتكلم عن الجزائر وتتكلمون عن الجزائر، كل مره وحيد يجب ان يعلق ولا تحت فخر الراس ونتشرف بالاداء اللي قدموه. هذا امر اخر، لكن اتحدث عن الاخطاء. احنا ارتكبنا اخطاء اليوم. يعني كانك تقول ان فتحي صدقني بعيد عن الموضوعيه والمنطق في ارائه. انا اتعامل يعني هذا ما فهمت كلامه. لا هذا ما فهمت كلامه. هو ذهب لموضوع اخر. هو ما ذهب لموضوع اخر. انا اتحدث عن الاخطاء، لما اتحدث عن مشوار المنتخب. انا بيتكوفيتش اكيد بيتكوفيتش انا قبل البطوله ايضا من الامور اللي اخطا فيها حتى في المباريات الوديه كان يدخل بالتشكيله، ولما يبدا الشوط الثاني يحاول التغيير ويقول انه التغيير جاب نصابه. لكن اليوم امام نيجيريا المفروض تبدا بالتشكيله الصح. طيب ذكرت صابر، نعطي نيجيريا. من اين تبدا في نيجيريا؟ انا قبل نيجيريا معلش في جمله واحده للاعبين. فين اللاعبين؟ فين الثنائيات اللي احنا اشدنا بها على المنتخب المغربي بالامس؟ المنتخب النيجيري حدث ولا حرج، انتصارات متتاليه، لعيبه متجانسه. كنا بنقول انه المشاكل، كنا نتمنى انه المشاكل اللي حدثت داخل الفريق تاثر بشكل سلبي. قلنا دي سلاح ذو حدين، احيانا مصالحه اللعيبه مع بعض اللي كانوا متخانقين سواء سمين او لقمان او غيرهم، احيانا لما بيتصالحوا بتجيب رده فعل ايجابيه زياده، ورده الفعل كانت واضحه النهارده. شفنا اصرار كبير على الفوز، سيطره واضحه على مجريات اللقاء، لعيبه متجانسين ومتفاهمين في كل الخطوط، عندهم ال3 خطوط اقوى من بعض يا مشاري. كنا بنقول في نقطه ضعف في خط الدفاع المنتخب النيجيري، انما النهارده سيطره واضحه، استحواذ على الكوره في كل، حتى الارقام اللي انت عرضتها بتقول ده تفوق. وتتفوق مش على مين، ده مش على بنين ولا زيمبابوي، ده على منتخب بحجم وقيمه وقدرات ولاعيبه المنتخب الجزائري. التي متاهل لكاس العالم، تاهلت الكونغو على حساب نيجيريا وعلى حساب الكاميرون. من ضمن اغرب المفارقات لان هي افريقيا دايما الى الملحق العالمي فيها لوغاريتمات. افريقيا ديت لا تتوقف ابدا لوغاريتماتها والغازها، ودي من ضمن ابرز الغازها واشهر الغازها. نيجيريا خاصه المغرب القادم. كنا موضوعيين بالامس وقلنا على ان مباراه صعبه. توقعنا ان تكون صعبه، لكن انا شخصيا لم اتوقع ان يكون المنتخب الجزائري بهذا المستوى. لما شاهدت المنتخب الجزائري اولا تاثر كثيرا بيوم نقص على مستوى التباري، ثم ايضا مواجهه الكونغو في مباراه امتدت الى 120 اجهد بدنيا وكانت المباراه مباراه بدنيه بامتياز، بمعنى ان المنتخب النيجيري تفوق في الثنائيات وتفوق في ربح معركة الوسط. شوف وسط الميدان اللي كان نقطة قوة المنتخب الجزائري، أنه في هذه المباراة لم يكن بذات القوة مع المنتخب النيجيري، وبالتالي أنا أعتقد أن منتخب نيجيريا يعتبر اليوم هو في الطب مع المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي. الجماهير الجزائرية ماذا قالت بعد هذا الخروج؟ لا نتابع. البطولة كانت صعبة. نيجيريا كانوا حقيقة كانوا
الله غالب. ممكن كنا نخسروا اليوم خاطرش في الشوط الاول كنا ميتين. الشوط الزاوج كانت ان تي بو تخو طار بندخل حاج موسى وبنجاح والله غالب.